ب25,000 يا صديقي هتقدر تحصل على التحفة دي من الفيروز الإيراني بلده نيشابور، أفضل أنواع الفيروز الإيراني، وحجم كبير وضخم. هتكون هدية لعزيز. أما عن تفاصيلها يا صديقي، مش هتحصل على حجم حبات في الفيروز ده إلا نادرا، ومش هقولك إن القطعة limited edition من سرايا عابدين ولا special edition. دي one of one يا صديقي، فعليا في الحجم ده هتحصل على حبات بحجم 15 ملي ونص، وده حجم ضخم وعظيم جدا ونادر في الفيروز. جريديه لأصغر حباية هتلاقيها 14 ملي يا صديقي. دي حاجة عظيمة جدا في الفيروز. الفيروز صافي فيها لدرجة ان صعبت عليا ان ما اعملكش الفواصل فيروز. الفيروز صافي فيها بوزن 126 جرام فيروز صافي، والفضة صافي 30 جرام، يبقى اجمالا 156 جرام صافي يا صديقي. طب ليه يا بوبش بتعملها على خيط؟ لسببين مهمين. ان مفيش سبحة هتصمد معاك بالحجم ده على سلسلة فضة وهتكون تقيلة في التسبيح، ومشكلة الفضة ان هي لما بتقطع مرة واحدة. اما الخيط يا صديقي قبل ما يقطع هتلاقي تهرق في الخيط، فتقوم موقف تسبيح وتبعت لي السبحة تاني اصينها لك من جديد. هتوصلك في البوكس العظيم ده من سرايا عابدين، ضخم وفخم، وهيحسس اللي هتهديله السبحة بقيمتها. معاها أوراقها ضمان سرايا عابدين، ومعاها تعريف بالحجر وتفاصيل الحجر والفضة، وهتكون شيك جدا وهدية العظيم. أشوفك دايما على خير يا صديقي مع كنز جديد من كنوز البوبش.